ازيكم يا اجدع ناس في اليوتيوب. طيب خلينا نبتدي النهارده الكلام بموضوع بجد مهم. انا ما وقعتش في مشاكل دي، بس اعرف ناس كتير وقعوا في مشاكل دي. طيب نقول انت لسه جاي البلد جديد، امريكا جديد، ما تعرفش حد. الفيلم ده بقى مخصوص عشان ما تقعش في المشاكل لما تيجي هنا. يعني هنا لو عندك، نقول دلوقتي انت بس عندك الجرين كارد، ما عندكش الجنسية، ماشي؟ معاك الجرين كارد، خدت الجرين كارد، روح شوف شغل، فتش شغل، عيش حياتك، ما تقعش في المشاكل. في ناس كتير بيجوا هنا وبيقعوا في المشاكل. من اولهم في مثلا اللي بيجي بيسكر. ما انت قول انت معاك جرين كارد، مسكت سكران وسايق، وحتى لو مش سكران بس فيها خمرة في بقك، هيحصل ايه؟ يقولك تعالى، يدخلوك بقى ايه؟ السجن. هيقعدوك من شهر لست شهور، وممكن تترحل بعد كده. فمن الشهر لست شهور دي بتعمل ايه؟ انت بقى كشغلك انت تجيب لك محامي وتقول له يا طب معلش انا غلطت ومفروض اعملش الكلام ده تاني. فده اللي بيحصل، تقعد بقى انت ايه، تتخانق مع الكيس بتاعك، مع يعني تحاول انت تقعد بقى، لان بعد ما تحبس هيضطروا يرحلوك، يقول لك انت احنا جبناك هنا عشان تتحسن من نفسك، تبني مستقبلك. بس انت مش عارف، مش عملت الكلام ده، انت رحت سكرت، رحت النايت كلاب، رحت الكلابات، سهرت بالليل، قعدت تصيع، فاهمني؟ الحاجات دي كلها بتوقع في مشاكل. فانا بروح مرات، بروح اشرب قهوه، بروح على كوفي شوب، فاهمني؟ بس النادي الليليه والحاجات زي كده دي بقى مشاكل، فاهمني؟ بتبقى مشاكل بالذات لو انت عندك جرين كارد. لما تاخد الجنسيه، اللي عايز تعمله اعمله، فاهمني؟ لان مهما عملت هيحبسوك هنا بعدين. لما الموضوع مثلا حبسوك مثلا سنه ولا سنتين، بعد الشر، بعد الشر، سنه سنتين هيطلعوك ما انت معاك جنسيه. بس معاك جرين كارد هتقعد السنه ولا السنتين ولا الست شهور دي وهتترحل، يعني مش هتقعد بعديها. فدي المشكله. نمبر واحدة، يعني الرقم الأولى، متسكرش وتسوق. نمبر اتنين، اللي هي برضو مهمة جدا، في ناس كتير بيجوا هنا بقى الحريم والموزز، فاهمني؟ ما تحاولش تبص عليهم، يعني تقعد تبص وبتاع، يعني بص كده، خليك راجل كده، ما تبص، تقعدش تبص عليهم يعني قوي. هتقعد تقول لك اه انت في مشكله بتبص لي ليه، حاجات زي كده يعني بايخه. طبعا الكلام ده بيفرق بين ولايه لولايه. طبعا أنا مثلا لو رحت كاليفورنيا ولا رحت نيويورك ورحت الزحمه دي، عادي يا عم تبص بمزاج وكده، بس في مناطق كده في ولايات ما تنفعش تبص فيها طبعا، لازم ما تكونش زي زحمه. انا ساكن في واشنطن دي سي، دي جنب البيت في البيت الابيض. انا في الايست كوست، طبعا كاليفورنيا الناحيه التانية خالص. كاليفورنيا 8 9 ساعات بالطياره من عندي. لا 8 ساعات معلش، كاليفورنيا بتاع 5 ساعات بالطيارة. أنا ساكن في الإيست كوست، أنا ساكن جنب نيويورك، نيو جيرسي، واشنطن دي سي، فيرجينيا. أنا هنا جنب، يعني على مصر كلها 12 ساعة. طيب اللي ساكن في كاليفورنيا الناحية التانية مشوار ده معرفش. المهم، الأولى ديسكاش والسوق، التانية الموزز، وبالذات لو البيت أقل من 18 سنة. لو انت 16 سنة 17 سنة هيطلع عينك ولا أقل من كده. هيحطوك في بروجرام في الويب سايت ان انت بتاع بنات صغيرين وكلام زي كده، واي حتة تروح تسكن فيها. طبعا لو وقعت في مشكلة مع بتحرش ببنات صغيرة ولا كده اندر من الايج اللي هو ال 18، هتقع في مشاكل. فده اللي بيحصل يعني. فالمشكلة بتاعتي برضو كبيرة. طبعا احنا ملناش في الكلام ده، واوعى تقع في الحاجة زي كده. الحاجة التالتة بقى، اللي هي العصابات ولا المشاكل. برضو انت ممكن تروح ماشي سايق، واحد ضايقك تروح عامل له كده، فاهمني؟ مدد له صباعك، يجيب عربيته جنبك كده، روح مطلع مسدس روح طايخك، فاهمني؟ موتك. فدي حاجة بالنسبة لهم هنا عادي، المسدسات دي في كل مكان. انا برضو عندي كذا واحد بس مخبيهم. فكل واحد في البلد عنده مسدس، يعني دي حاجة عادية. بيسموه ايه، دي حاجه من السكن امامي. طبعا امريكا عندهم كذا امامي، عندهم الاول واحده فريدم سبيتش، الثانيه اللي هي كاري جان،
والتالتة مش عارف، بس لو عايزين ممكن اكتب لهم كلهم. هما ال 22 amendment على ما اظن، حاجة زي كده بيسموه amendment. ف ايه تاني يا ربي؟ ايوه، طيب دي برضو حاجة تانية. نقول ما عندكش انشورنس في عربيتك، هتتلسع. التأمين بتاع العربية بجد بجد مهم، لازم تأمن العربية. دي بقى حصلت معايا انا يا سيدي، عندي عربيتي، حولت البنك بتاع الحساب بتاعي في الاكاونت، ونسيت احط الحساب الجديد بتاع الكارت بتاعي الجديد في الاكونت بتاع التأمين. تخيل حصل ايه؟ وانا قعدت ادفع بالكارت الجديد، بس ايه، 3 شهور ما دفعتش، عدت عليا 3 شهور. راح اعمل ايه؟ التأمين راح بعت ايميل للمحل بتاع رخص السواقة والعربيات اللي هو الدي ام في، قال له يا جماعة اسلام ده ما عندوش انشورنس. انا جالي بقى جواب، قال لي يا اسلام ما عندكش انشورنس. انا اتخضيت طبعا، ازاي ما عنديش؟ رحت شفت في الحساب بتاعي، ما لقيتش لقيت انا عندي حاطط الحساب بس الفلوس ما سحبتش. بعد 3 شهور ما عندكش تأمين، الدي ام في بيروح مبلغ، الدي ام في بيروح مبلغ الانشور، معلش، التأمين بيروح مبلغ على الدي ام في، يقول لهم يا جدعان اسلام ما دفعش. طب يعملوا فيك ايه بقى؟ حاجه وسخه قوي قوي، وانا فيها دلوقتي على فكره. بيحطوه في بروجرام اسمه SR22. طيب ال SR22 ده معناها ايه؟ معناها انت واحد مش ملتزم، واحد بتسوق من غير رخصه، من غير تأمين. طبعا هنا في امريكا بتسوق من غير تأمين مشكله، لان انت لو خبطت حد مين هيغطي؟ وانت ما عندكش فلوس، وانا ما عنديش فلوس ادفع 60 70 الف 80 الف دولار. ولو واحد مثلا رجله اتكسرت ولا حصل له حاجه ولا مات، انت كده طرت، انت كده اتلبست بمعنى اصح. فحطوني بقى في الاس ار 22 ده لمده سنتين. فالسنتين دول بقى ايه؟ حتى لو ما عندكش عربيه لازم تدفع تأمين. تخيل يعني ما عندكش عربيه، نقول انت بعت عربيتك، زهقت قلت عايز ابيع عربيه، الاس ار 22 ده بقى هيخليك بالعافيه تدفع تأمين، وحتى لو ما عندكش عربيه. تخيل، لمده سنتين. طيب نقول قعدت ادفع لمده سنه كامله، وقلت يا عم انا مش دافع. التأمين راح باعت تاني ايميل تاني للدي ام في، يقول لهم يا جدعان اسلام ما دفعش. هيحصل ايه؟ دلوقتي المفروض كان فاضل لك سنه واحده صح؟ لا، تعيد الموضوع من اول وجديد، تخش من تاني سنتين. دي بقى الحاجه الرخمه بجد، التأمين. وانا بكره التأمين بتاع العربيه والتأمين بتاع البني ادمين اللي زي كده. يعني ده بمعنى صح، انا ده اللي حاسه ان ده فلوس ماشيه على الهوا. طبعا في ناس صحابي هنا وفي ناس كتير اعرفهم يقول لك لا هذا تأمين مهم ومش تأمين مهم. بس قولي تحت لو عايزين كلام على التأمين ويعني انا ايه رأيي فيه، اكتبوا لي تحت نتكلم على التأمين. انا اكره التأمين، فهيكون عندي كلام بالهبل. يلا مع السلامة، ان شاء الله الفيلم ده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى، يلا بلاش هي لايك واشتراك، ووزع الفيلم ده بقى على اي مكان انت عايزه. مع السلامة.